طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس السياسي يبحث مع نظيره الروسي فلاديمير العلاقات الثنائية بين البلدين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. أقسام وزارة الدفاع تنظم حفلا ترفيهيا بعيد الاستقلال. مقتل 17 في اشتباكات بين الجيش الصومالي وحركة الشباب. كوريا الشمالية تعلن تحطم صاروخها الفضائي في البحر. بكين تندد بالاستفزاز الأمريكي بعد حادث الطيران فوق بحر الصين الجنوبي. من العناوين إلى التفاصيل. بحث فخامة الرئيس السياسي أفورقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتداعياتها. واستقبل فلاديمير بوتين في اللقاء الذي نظم في الكرملين عصر اليوم الأربعاء فخامة الرئيس السياسي أفورقي والوفد المرافق له بارق تحيات الاستقبال، معبرا عن أمنيته الكبيرة في أن تتسم زيارة فخامة الرئيس السياسي أفورقي الأولى إلى روسيا الاتحادية بتعزيز العلاقات الحميمية بين البلدين. وأوضح الرئيس فلاديمير بوتين بأن احتفال إريتريا بالذكرى 32 للاستقلال وافقت مرور 30 عاما منذ بدء العلاقة الدبلوماسية الرسمية بين إريتريا وروسيا، معبرا عن سعادته بهذه العلاقة وتطوراتها وتقدمها. وأشار فخامة الرئيس بوتين بأن روسيا الاتحادية تتأهب خلال شهر يوليو القادم لعقد المؤتمر الثاني بين قادة الدول الإفريقية وروسيا. وقدمت دعوة رسمية للرئيس السياسي أفورقي مستقلا المناسبة. من جهته ثمن فخامة الرئيس السياسي أفورقي حسن الاستقبال والضيافة، موضحا بأن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى إريتريا وزيارة الوفد الإريتري عالي المستوى إلى روسيا التي عقبت تلك الزيارة خير دليل على الآفاق الأوسع للتفاكر وتبادل التجارب البناءة بين البلدين. وأوضح فخامته بأن النظام القطب الواحد قاد العالم إلى المخاطر والدمار، ذاكرا الدمار الذي تسببه القوى الاستحواذية. وذكر روسيا للعب دورها المنوط بالتعاون مع الشعوب المحبة للسلام والعدالة من أجل تفعيل نظام عالمي متحضر، مشددا على أن ذلك ليس خيارا وإنما هو مسؤولية تاريخية. وحضر اللقاء من جانب الإريتري وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح مفوضية الثقافة والرياضة السفير زمادة تخلي وسفير إريتريا في روسيا الاتحادية السيد بيتروس ساغاي. ومن الجانب الروسي مساعد الرئيس في السياسة الخارجية الوزير يوري قشكوف والناطق الرسمي باسم الرئيس السيد ديمتري بيسكوف ونائب وزير الخارجية السيد رونيكي أندريا وغيرهم. بعث رئيس رؤساء إيرلندا ميكال دانيال إغنوس وجمهورية كوسوفو جسم عثماني ديروري ومنغوليا مورشواكي والرئيس الفلسطيني محمود عباس بعثوا ببرقية تهنئة إلى الشعب والحكومة الإريترية بمناسبة الذكرى 32 للاستقلال. وتمنى الزعماء في برقياتهم وفور الصحة لفخامة الرئيس السياسي أفورقي والتقدم والازدهار لإريتريا وشعبها. وأعرب رئيس جمهورية كوسوفو فيوني عثماني عن جاهزيته لخلق بيئة ملائمة تساهم لبناء التعاون الفعال وتعزيز العلاقة القوية بين البلدين. نظمت أقسام وزارة الدفاع حفلا ترفيهيا مشتركا بمناسبة الذكرى 32 للاستقلال. وشارك في الحفل المنظم خلال 30 من مايو قادة الجيش وكبار مسؤولي الجبهة والحكومة، بالإضافة إلى مسؤولي الأمن القومي والشرطة والأمن وسكان منطقة قشات. وأوضح قائد هيئة أركان قوات الدفاع الإريترية الفريق فيليبوس والجيوهانس ميزة الاحتفال بالذكرى 32 لعيد الاستقلال، لكون الاحتفال أتى في الوقت الذي يفشل فيه الشعب الإريتري كافة المخططات والمؤامرات العدائية ويتأهب
إلى عجلة التنمية الوطنية. ودعا المحاور الحكومية من المدارس والمعلمين والوزارات والاتحادات الوطنية وقادة الجيش للقيام بأعمال تنويرية وتثقيفية فاعلة للشباب حفاظا على الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الإريتري لتحقيق الاستقلال وحماية السيادة. وشهد الحفل الترفيهي برامج فنية وثقافية قدمته فرقة والتا الفنية. احتفلت القوات الجوية الإريترية في 29 من مايو في مدينتي مصوع وأسمرة بالذكرى 32 للاستقلال، وكذا يوم القوات الجوية. وشارك في الاحتفال المنتظم في مطار مصوع القائد العام للقوات الجوية اللواء تخلي عبد السلوس، وقائد هيئة القوات البحرية العقيد ملاكة تخلى مريم، وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزناء أدوناي، ورئيس المجلس بالإقليم السيد إبراهيم علي الشيخ، وكبار قادة الجيش والضيوف المدعوين. في الاحتفال المماثل الذي جرى في العاصمة أسمرة، ذكر قائد القاعدة الجوية الرائد يوناس ودلاي تميز الاحتفال المزدوج الذي نحتفى به لكونه يحتفى فيه في الوقت الذي نتأهب فيه لتسريع عجلة التنمية الوطنية، مفشلين كافة المؤامرات المحاكة ضد البلاد، داعيا أعضاء القوات الجوية وخاصة الشباب الوارثين لتحمل مسؤولياتهم وعزيزين فهمهم الثقافي. وأكد جاهزية القوات الجوية لتأمين الوحدة المحلية للقوات الجوية والعمل لحماية البلاد برا وبحرا بكفاءة مهنية عالية وأخلاقيات عسكرية عالية. وحفلت المناسبتين ببرامج فنية وثقافية. احتفل الإريتريون المقيمون في المدن الكينية والإيطالية والألمانية والأمريكية بعيد الاستقلال تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة. وذكر سفير إريتريا في كينيا السيد بيانو روسون في الحفل الذي نظم خلال 28 من مايو في العاصمة الكينية نيروبي، وشارك فيه المواطنين الإريتريين والسياسيون وأصدقاء ومحبي إريتريا. ذكر زيارة فخامة الرئيس إسياس أفورقي في الأيام القريبة إلى كينيا، مؤكدا الدفع بقوة لتعزيز العلاقات الإريترية الكينية. وشهد ضيف الشرف الناطق باسم الخارجية الكينية الدكتور كوريسي بنغوري عودة إريتريا إلى منظمة الإيغاد، داعيا إريتريا لتعزيز دورها الفعال في إحلال السلام والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى افتتاح السفارة الكينية في أسمرة في القريب العاجل. كما احتفل المواطنون في مدن ميلانو وبولونيا وبروزيا وفرنسيا وجونوا بعيد الاستقلال، حيث خاطب الحضور في ميلانو السفير في الساحتين بطرس قائلا: لقد وصلنا إلى هذه المرحلة مستقرة متجاوزين كافة المراحل الصعبة، وهدفنا المستقبلي هو تعمير وتنمية بلادنا وتحسين الحياة المعيشية. وقدم أصدقاء ومحبي إريتريا والسياسيين والصحفيين المشاركين في الحفل كلمات تضامنية. من جهتهم احتفل المواطنون في الدول زامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وجنوب أفريقيا وليسوتو بعيد الاستقلال، حيث ألقى سفير إريتريا في إقليم الجنوب الإفريقي السيد صالح عمر عبدو كلمة بمناسبة عيد الاستقلال. وأفادت المعلومات الواردة بأن المواطنين احتفلوا في مدن مانهايم الألمانية وكذلك مدن كولومبوس وأوهايو الأمريكية بعيد الاستقلال بحفاوة كبيرة. وقد حفلت فعاليات الاستقلال ببرامج فنية وثقافية. أفادت وزارة الزراعة بأن المعمل الوطني لصحة الحيوان والمحاصيل في فيلاجة بالعاصمة أسمرة أنتج نوعين من اللقاحات ضد أمراض الدواجن والضان والماعز. وأوضح المدير العام للمعمل في وزارة الزراعة سيد إفريم قبر مسقل أن الأمراض التي تصيب الدواجن والضان والماعز تعتبر من أكثر الأمراض انتشارا في البلاد، وأن أكثر الأدوية البيطرية التي استوردتها البلاد العام الماضي كانت من هذه الأنواع. لذلك تم منح هذه اللقاحات الأهمية القصوى وإنتاجها داخل البلاد. وقال أن إنتاج هذه اللقاحات داخل البلاد يساهم في خفض صرف العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإمكانيات الشباب. وأشار إلى تأكيد كفاءة وجودة اللقاحات أولا في المعمل الوطني لصحة الحيوان والمحاصيل وقسم خدمات التشريعية والرقابية التابعة للوزارة،
ومن ثم يخضع للفحص والجودة عبر ممثلي العينات لإنتاج التطعيم عبر مؤسسة آيو بان الإفريقية التي تتحمل مسؤوليتها المنظمتين الدوليتين للأغذية والزراعة والصحة الحيوانية. وأوضح السيد فريم بأن المعمل يعمل لإنتاج لقاحين آخرين، وثمن دور الخبراء الشباب بالإضافة إلى كافة الجهات الحكومية والشركاء التي بذلت جهدا حسيسا لبلوغ المعمل إلى هذا المستوى. وقال شابان المساهمان في عملية إنتاج اللقاحان وتأمين الجودة إسماعيل تخلي ومانييل مبرات أن إنتاج اللقاحات تتطلب جهودا جبارة وحيطة عالية، معبرين عن ارتياحهم لكونهم أصبح من أوائل المنتجين في البلاد بعد الاستقلال. الجدير بالذكر أن المعمل الوطني للصحة الحيوان والمحاصيل تأسس إبان الاستعمار الإيطالي عام 1903، وقد انتج حتى العام 1972 أكثر من 10 أنواع من اللقاحات، ولكنه لم ينتج في الفترة من العام 1973 وحتى العام 1991 نتيجة للاستعمار والحروب الدامية. وبعد الاستقلال منحت الحكومة الإريترية هذا المعمل الأهمية القصوى بتخصيص ميزانية ضخمة ليصل إلى مرحلة إنتاج نوعين من اللقاحات بالتعاون مع الشركاء. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قال شاهد أن مسلحين من حركة الشباب الصومالية المتشددة هاجموا قاعدة عسكرية على مشارف بلة في وسط البلاد، مما أدى إلى مقتل 17 على الأقل. وجاء الهجوم على مساغو التي تبعد نحو 300 كيلومتر إلى الشمال من مقديشو بعد أيام من هجوم شنته الحركة على قاعدة تستضيف قوات أوغندية من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في بلدة بوليمير. وأكد الكابتن عبد الله محمد وهو ضابط في الجيش في مساغو وقوع الهجوم، وقال أن 12 من مسلحي الشباب قتلوا. وذكر الجيش الوطني الصومالي أنه صد هجوما على البلدة نفسها وقتل مسلحين من حركة الشباب، لكنه لم يذكر عددهم. وتقاتل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الحكومة الصومالية منذ العام 2006 للإطاحة بها، وشنت الحركة هجمات كبيرة على فنادق وقواعد عسكرية ومؤسسات حكومية على الرغم من نجاح الحكومة في التصدي لها. أعلنت كوريا الشمالية أن صاروخا فضائيا يحمل قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري أطلقته تحطم في البحر بسبب خلل فني بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وقالت الوكالة نقلا عن إدارة تطوير الطيران الوطني أن الصاروخ الفضائي الجديد كيماليم 1 تحطم في البحر الأصفر. وأضافت أن الصاروخ فقد زخمه بسبب خلل في معمل محرك الطبقة الثانية بعد أن انفصلت الطبقة الأولى خلال تحليق طبيعي. وأوضحت أن هذا الفشل يعود إلى قلة موثوقية واستقرار نظام المحرك من النوع الجديد المطبق على الصاروخ الفضائي كيموليما 1 وإلى الطبيعة غير المستقرة للوقود المستخدم. وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت ما وصفته بأنه صاروخ فضائي في خطوة فعلت لوقت قصير أنظمة التحذير من هجوم جوي في كل من العاصمة سول ومنطقة كوني اليابانية. نددت الحكومة الصينية بالاستفزاز الأمريكي بعد حادثة بين طائرة مقاتلة صينية وطائرة استطلاع عسكرية أمريكية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن هذه المناورات الاستفزازية والخطيرة هي مصدر للمشاكل الأمن البحري، مؤكدا أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن هذه الاستفزازات الخطيرة على الفور. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن سابقا أن طيارا صينيا قام بمناورة عدوانية غير مبررة بالقرب من طائرة استطلاع عسكرية أمريكية تعمل فوق بحر الصين الجنوبي. يأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات بين بكين وواشنطن بالفعل توترات شديدة بشأن قضايا مثل تايوان وتحليق منطقة صيني فوق الولايات المتحدة في أواخر العام 2022.
تذكير بالعناوين مرة أخرى. الرئيس السياسي يبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقية تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. أقسام وزارة الدفاع تنظم حفلا ترفيهيا مشتركا بعيد الاستقلال. مقتل 17 في اشتباكات بين الجيش الصومالي وحركة الشباب. كوريا الشمالية تعلن تحطم صاروخها الفضائي في البحر. بكين تندد بالاستفزاز الأمريكي بعد حرس الطيران فوق بحر الصين الجنوبي. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.